كل ما بدخل البيت بفتكر وانا ماشيه عامله كده. ربنا الشر الوجع صعب، والبني ادم ربنا يرزق فعلا والله. البني ادم هو اللي لسانه والله. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. كنت نايمه في البنت كانوا بيقولوا ان انا مش فوق تاني. اسكت، ده كان يوم صعب يا شيماء والله. ربنا يستر. يا بخت اللي ربنا ياخده الوقت يا بس يبقى راضي عليه. اهم حاجه احنا كلنا هنموت في الاول والاخر، بس اهم حاجه ربنا ياخدنا وهو راضي عننا. انا موافقه الثانيه ده، بس يكون يا رب راضي علينا كده يا رب. قلنا بالخاتمه بحسن الخاتمه اللي ربنا يكون كده واخدنا وراضي عننا يا رب. الحمد لله يا جماعه، الحمد لله، الحمد لله يا جماعه. جيت مش انا افتكرت مقولة كرشي يا كرشي. عارفة كرشي يا كرشي يلا عليك انا بصرف قرشي. طول عمري بحبك يلا خلي بناطيل عليا ما تكفيش. الله. عشان كده لابسه الكعبيه. لا طبعا يا جماعة انا مهما تخنت هفضل برضه جسمي كويس، يعني انا مهما تخنت انا دلوقتي برضه جسمي حلو. المهم يا جماعه انا حظي حلو، جيت ومفيش قدامي الا 3 بس. يوم ما شيماء كانت هنا فضلت للساعه 2 بالليل. والله. والاشعه والعلاج كتب لي على اشعه وعلى تحليل تعالي منه. وعلى علاج. حسبي اجر العربيه. خاف من ايه؟ اما اروح بقى احكي لكم اللي حصل وكده. ماشي يا جماعه، انا وصلت البيت. ايه ده؟ لا مش ده الورق. طبعا الدكتور كشف عليا وقال ان انا كويسة. التبويض عندي كويس جدا، مفيش مشكلة ولا اي حاجة. بس كتب لي الاقراص دي اخدها لمدة 6 ايام واروح له يوم السبت. كتب برضو التحليل ده عشان شريف يعمله. قال لي جوزك يعمل التحليل ده ضروري، وانتي خدي الاقراص دي لمدة 6 ايام. ماشي. لا اشعة صبغة ولا عمليات منظار ولا اي كلام من ده. يعني ايه، جربته قبل كده بصراحة، عشان كده خايفة يعني ومزاجي وحش وبفكر ما اعملش حاجة. فطبعا يعني بخاف جدا جدا جدا، فمش عارفة اعمل ايه. يعني لو شريف حلل والتحليل طلع كويس اعمل أشعة الصبغة دي ولا اصبر شوية. المهم قال لي قلت له طيب انا يعني بالنسبة للبريود اللي بتتأخر وكده يعني، فقال لي تغيير هرمونات كلام من ده. قال لي عادي عادي ممكن تحصل كتير. ايه بقى الله اعلم المنع ايه بقى، لعل المنع خير، وكل شيء بوقته. لكن انا مزاجي مش حلو عشان قال لي ممكن تعملي بقى بعدين صبغه او عمليه منظار زي اللي شيماء عاملاها وكلام من ده. طب ما شيماء عملتها وناس كتير عملتها وما حملتش برضه. فدي كلها بتبقى محاولات مش اكتر. بس يلا يا جماعه اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش اللايك لو لسه ما حطيتش لايك حط اللايك. وطبعا ما ننساش قناه ام مالك، هحطها لكم في اول تعليق مثبت ان شاء الله. اللي لسه ما اشتركش يشرفنا طبعا هناك على راسنا من فوق.
الله يسعدكم يا رب ويديمكم نعمة في حياتي ويرزقكم الخير كله. يلا مع السلامة.